السلام عليكم متتبعي قناة بهجة كويزين. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم الفلافل السوريه. صراحه اول تجربه ليا وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، لانها صراحه جات رائعه وعجبتني بزاف. كيف كتشوفوا البنات كتجي مقرمشه وغزاله. المهم نتلاقاو مع المقادير. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا الحمص اللي كنكونوا في الزقناه من قبل. البنات الكميه ما الصراحه ما عبرتهاش. المهم عينيكم ميزانكم الحمص وبصله مقطعه وثلاثه الفصوصه ديال الثومه ومعلقه ديال خميره الحلوه. كيف ما كتشوفوا كلشي كنديروه في الخلاط وغادي نطحنوه. وهنا عندنا المقادير اللي غادي التوابل اللي غادي نرافقوهم مع هذا الحمص. هذه المعلقه ديال الخميره، عندي الكمونه بلديه القياس ديالكم، معلقه ديال الكمونه بلديه، والقزبور يابس مطحون، والسودانيه الحاره البنات تجي زوينه شويه الحار ضروري، والملحه والابزار. هادشي اللي تيكون فيها البنات. ومن بعد غادي نضيف القزبور الربيع الاخضر. كيف قلت لكم البنات هادشي غادي نطحنوه كله مزيان ونتلاقاو ان شاء الله مع تتمه الفيديو. كيف ما كتشوفوا هذا هو الخليط كيولي بهذا الشكل. كنزولوه من الخلاط. صراحه البنات الطريقه سهله ديال هاد الفلافل سهله، ولكن النتيجه رائعه. كيجيو لذاذ بزاف البنات. المهم كنحيدوا هاد الخليط هكا، وكيف ما كتشوفوا غادي نقلبوه بيدينا غادي نشوفوه واش كيتجمع، لانه كيكون اصلا سميتو راقد داك الحمص في الماء. الا تجمع لينا بحال هكا صافي ما غنضيفوا ليه حتى شي حاجه، ولكن الا كان ناشف ولا شي حاجه غادي نضيفوا شويه ديال الماء، قطره الماء. المهم حنا غادي نخليوه هكا وغادي ندوزو القليل ديالو. اذا بقاو معنا هنا البنات. كيف ما كتشوفوا خلينا الزيت تسخنات مزيان ودرناهم حنا على هذا الشكل. المهم ممكن ديروهم دائريين على حسب. المهم حنايا درناهم على هذا الشكل هكا. البنات صدقوني كيجيو زوينين لذاذ ورائعين مقرمشين. والصراحه فاش تكونوا تاكلوهم ما كتعرفوش واش الحمص هذاك كيكونوا لذاذ بزاف. المهم هانتوما شوفوا هنايا هادشي اللي قلينا كيجي زوين ورائع. صراحه البنات داك لوغو ديال الثومه مع داك القزبور مع هذوك التوابل الصراحه وشويه ديال الحرور كيجيبهم بنان بزاف. ايوا وغادي نستمروا هكا ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها كيف ما جربتها انا وعجبتني. الصراحه الله زوينه ولذيذه، ولا جربتوها الصراحه ما تستغناوش عليها. المهم نخليكم في امان الله، الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.